تخيل كده إن جملة قالها بائع في الشارع بتتحول بعد كده لأشهر أغنية عيد في العالم العربي. أغنية بقالها أكتر من 80 سنة، ولسه كل عيد بنسمعها كأنها اتعملت امبارح. القصة دي حصلت فعلا، وكانت بطلتها الست أم كلثوم. الأغاني اللي اتعملت مخصوص للعيد كتير جدا، لدرجة إنك ممكن تسمعها طول اليوم في العيد، زي هل هلال العيد، وهلت ليالي حلوة لفريد الأطرش، والليلة الكبيرة لسيد مكاوي، وأهلا بالعيد لصفاء أبو السعود، وغيرهم كتير. لكن وسط كل الأغنيات دي في أغنية واحدة بس قدرت تتفوق عليهم كلهم، هي أغنية يا ليلة العيد أنستينا للست أم كلثوم. ما تيجي أما أحكي لكم حكاية أغنية يا ليلة العيد أنستينا. بس بقى قبل ما نبدأ الحكاية، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. القصة بدأت سنة 1937 لما كانت الست أم كلثوم داخلة مبنى الإذاعة والتلفزيون علشان يعني تغني أغنية من أغنيتها أو تسجل أغنية من أغنيتها. وفجأة سمعت بائع في الشارع بينادي على بضاعته ويقول يا ليلة العيد أنستينا، يا ليلة العيد أنستينا. الجملة عجبتها جدا وفضلت قاعدة في دماغها. وأول ما دخلت الإذاعة لقت الموسيقار زكريا أحمد والشاعر بيرم التونسي مستنيينها. قامت قالت لبيرم بقولك إيه يا بيرم، أنا عايزة أغنية للعيد ويكون فيها جملة زي الجملة دي اللي هي بتاعت يا ليلة العيد أنستينا. لكن للأسف بيرم وقتها تعب وما قدرش يكتبها، فقررت الست تدي المهمة دي للشاعر أحمد رامي. ورامي كتب الكلمات اللي بقت أشهر كلمات الغنى في تاريخ مصر: يا ليلة العيد أنستينا وجددتي الأمل فينا. وبعدها راحت لزكريا أحمد ولحنها لها وغنتها أم كلثوم ونجحت نجاح ضخم. لكن اللحظة التاريخية بقى حصلت سنة 1944 لما كانت أم كلثوم بتغني الأغنية دي في حفلة بالنادي الأهلي ليلة عيد الفطر. وفجأة وهي بقى يعني متسلطنة بقى وبتغني، وصل الملك فاروق بنفسه للحفلة، والملك طلب إن الحفلة تكمل عادي يعني، وقعد يسمع أم كلثوم. وهنا بقى ظهر ذكاء الست الحقيقي. طبعا أم كلثوم كانت ست ذكية جدا يا جماعة، وغيرت جزء من الأغنية فورا وهي على المسرح، وأضافت كلمات جديدة رحبت فيها بالملك، وغنت يعيش فاروق ويتهنى ونحيي له ليالي العيد. طبعا التصرف ده عجب الملك جدا، لدرجة انه بعد الحفلة منحها نشان الكمال، والوسام ده كان بيتمنح بس للملكات والأميرات. وبكده أصبحت أم كلثوم أول فنانة مصرية في التاريخ تاخد اللقب ده. ومن يومها كل لما تيجي ليلة العيد صوت الست لازم يرجع من جديد: يا ليلة العيد أنستينا وجددتي الأمل فينا. يا رب تكون حكاية الأغنية دي عجبتكم، وإن شاء الله بإذن الله نقضي كلنا عيد سعيد ونسمع أغنية يا ليلة العيد جددتي الأمل فينا. وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش إن أسرار وحكايات وسط البلد معايا أنا مولي الحشاش. واوعوا تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، وأشوفكم في فيديوهات جديدة. باي باي.